السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير يا حبايب قلبي. الوقت احنا معانا فيديو سريع كده، انا يعني بسميه يعني حاجة كده سريعة. الوقت احنا معانا السمك ده، انا طبخت. شوفوا انا كنت جايبه سمك كده اللي هو البلط الصغير ده اهو، وطبخت الحمد لله وكده، واتغدينا وعملت الرز حبة وحبة اللي هو الرز المنوفيه. بس ربنا اتاح له الفرصة دي. يعني انا كنت جايبه ده بيشوفوا ب40 جنيه، وجات له فرصه ان انا اجيب ده ب50 جنيه. يبقى لا اله، شوفوا دي من دي، يبقى لا اله. فانا قمت نازله كده جبته وكده، هو كان في نهايه السوق يعني وكده، فانا قلت خلاص انا هجيبه وهشيله للخميس ان شاء الله. بس انا بقى عشان ان انا اشيله صح، تعالوا نشوف احنا هنعمل فيه ايه. دلوقتي احنا نمسكه كده الاول كده، ثواني الف الكاميرا. نمسكه كده الاول، ننضفه الاول كده، نشيل الزعنف بتاعتنا دي. تمسكي تنضفي كده من اي حاجه توفر لك جنيه انت اولى بها. بس اهم حاجه نفرزه صح. يعني انت ده خساره ان احنا نفرزه، بعد ما نفرزه نيجي نبص نلاقي طعمه بقى وحش. ليه؟ ثواني كده اهو، وبتقشريه كده كل القشور اللي عليه. المنطقه دي كده بتبقى منها قشور صغيره، ودي كده نضفيه خالص ما شاء الله. شوفوا تقطعها بقى من هنا كده، وتقوم جاي كده من هنا شوفوا ما شاء الله بطنه كلها دهون، كلها دهون، يعني سمكه نظيفه. نمسكها بقى كده، هنمسكها بقى كده تحت الميه، ننضفها بقى الدم والحاجات دي كلها. بس انا اوريكم انا بنضفه الاول ازاي. هخلص بقى الكميه اللي معايا دي كلها بالمنظر ده وارجع لكم تاني. هنا بسم الله ما شاء الله مسكت السمك بتاعي كله نضفته اهو ما شاء الله. شوفوا مشكله الخراشيم بتاعته وكل حاجه فيه اهو بالمنظر ده كده. كل السمك بتاعي ما شاء الله نضفته تنظيف كامل اهو. تعالوا بقى شوفوا هعمل ايه. همسك كل السمكه كده اقسمها اتنين. السكينه بتاعتك لازم تكون حاميه عشان السمك ما يتقطعش منها. ونصابة المقص في الحاجات اللي زي دي كده عشان ما يبهدلش السمك. هيبقى بالمنظر ده كده. ده ان شاء الله انا هعمله صينيه بلطي بالتسبيكه كده ان شاء الله يوم الخميس. احنا النهارده الاثنين، فايه لو اي حاجه جات لك فرصه زي دي كده ما تقوليش لا وتكسلي. لا، احنا اولى بالجنيه. انا اوريكم السمك اللي بعيط على امه ده كان بكام، ودي ما شاء الله. شوفوا يعني السمك اللي انا موريها لكم تجي ربع دي كده ب40 جنيه، انما ده ب50 جنيه. يعني ما اعتبرش فيها، ما تقوليش لا على حاجه طالما الحاجه توفر لنا. لا كده بكون خلصت الكميه اللي معايا كلها هي بالمنظر ده. هو قطعتها كلها اهي، كلها قطعتها بالمنظر ده. اهم حاجه تشيلي الزعنف، لان الزعنف اللي بتديكي طعم، ومش الخياشيم ديت هي اللي بتديكي طعم ان السمك طعمه مش محبوب اهو ما شاء الله. وكده بكون خلصت السمك بتاعي اهوت. هتحطه بقى في اكياس، هتحطه في اطباق فل، ما تنقعهوش. السمك ما بتنقعش طالما هتعينيه. وكده بكون احتفظت بالسمك بتاعي كده في الكيس في التلاجة ده اهو بالمنظر ده كده. وده بيكون طريقة حفظ السمك. يا رب تعجبكم. لايك واشتراك لو الطريقة عجبتكم يا حبايب قلبي. وباذن الله يوم ما هاجي اطلعه هعمله معاكم واوريكم انا هعمله ازاي برضه، وطريقته هتبقى ازاي. يا رب تكون طريقتي في تنظيف السمك وحفظ السمك عجبكم، وجربهم وانتوا هتندموا. اهم حاجه لا تتبلي ولا تعملي، نضفي وما تنقعيش لا بليمون ولا باي حاجه. نضفي وعيني على طول. اهم حاجه تشيل الخياشيم بتاعته، ودي بتكون اهم حاجه فيه. يلا حبايب قلبي لايك واشتراك، ويا رب يعجبكم طريقه عمل السمك. وسلام.